الرحمن الرحيم. هقول على طول بسم الله في الوصفة. هنعمل رز بلبن زي المحلات بالظبط، الطبقة المكرمشة وكل التركات هقول لكم عليها. عندي هنا كوباية رز مغسولة محطوطة بدون اي اضافات، عليها حوالي نص لتر مية، والتركايه بتاعت المحلات اللي محدش بيعرفها فصين مستكة. هسيبهم كده ياخدوا يدوا مع بعض وهدي عليهم النار لحد ما الرز دوت يدوب خالص. شكل الرز بعد ما سلقته في المية، هنزل كده بكيلو لبن. لبن اللي هو السايب مش المعلب، ده السر بتاع المحلات، المعلب مش هيديكي الكشكشة بتاعته. وهنزل بكوباية سكر، ممكن تزودوا الكمية وممكن تقللوها حسب الرغبة، يعني انتوا شوفوا بتحبوه مسكر زيادة عن اللازم ولا مظبوط. انا هزود نص كوباية كمان. تركايه بقى، عندي هنا معلقتين كريم شانتيه خام، وممكن تحطوه بسكر عادي، وزيهم لبن بودرة اي نوع طبعا، مش لازم الماركة اللي هي المقاطعة. نسيبه بقى كله يدوب مع بعضه. عندي هنا خطوة دي اختيارية مش اجباري، لو نوع الرز عندك تمام وانتي واثقة ان انتي جايباه من مصدر حلو هيبقى فيه نشا كتير، بس انا الرز ده النشا بتاعه قليل، فمدوبة معلقتين اكل نشا في شوية لبن او شوية مية، وهنزل بيهم بس كده عشان اربط بيها الرز بتاعي. اخر تركايه وهو بيغلى عندي خلاص، هحط كده سنه فانيليا سواء سايله او باودر. انا بحط الفانيليا في الاخر علشان تديني التست بتاعها يبقى اقوى، لما بحطه اثناء السوا بحس ان الريحه بتضيع. ده القوام المطلوب، بصوا قوامه. انا كده خلاص هطفي عليه النار وابتدي افضيه في الاطباق، بس اسيبه يهدى شويه. النهائي بعد ما غرفته في الاطباق، عايزه اقول لكم بجد تحفه، وقوامه كريمي وطعمه غني جدا جدا جدا. ممكن تزينوه بشويه مكسرات او زبيب او جوز هند لو حابينه ساده، يعني زي ما انتوا عايزين. يا ريت تعتمدوا الوصفه دي وتجربوها وتقولوا لي كومنت رايكم فيها ايه. ما تنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم صفات تانية جديده.